السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم فيديو جديد واقتراح جديد. الاقتراح ديال اليوم غيكونوا هاد ميني حريشات كتجي زوينه. هاد الحرشه هادي خفيفه بزاف. في الحقيقه انا كنت غندير واحد الفيديو توضيحي لواحد المساله، ولكن ما بغيتش ندير فيديو بدون وصفه، فقررت انني نشارك معكم هاد الوصفه هادي خفيفه ظريفه. اول حاجه عندي نص كيلو ديال السميده رقيقه، نص كاس ديال الزيت، واحد شويه ديال الملحه ومعلقه ديال السكر سنيده، وغادي نزيد واحد رويس ديال المعلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، يعني خميره ديال الخبز. الخميره ديال الخبز هي اللي كتعطينا ديك يعني كتجي هذيك الحرشه كتجي فتيه. وكيبقى لكم الاختيار بالنسبه بغيتوا تعجنوها بالحليب او لا بغيتوا تعجنوها غير بالماء، كيف ما ان تقدروا ديروا الزبده دايبه عوض الزيت. هنا غادي نزيد واحد يعني قطعه ديال الجبن، يعني مثلث ولا مربع اللي بغيتو، وغادي نزيد طريف ديال الزبده، وغادي نزيد الساشي ديال الخميره الكيماويه ما كاملش، يعني قياس واحد المعلقه صغيره مع عمراش ديال الخميره الكيماويه صافي. وغادي نحاول نبسبسها مزيان، خاصها كامله تلبس بهذيك الماده الدهنيه اللي درنا، سواء زيت سواء زبده. انا بالنسبه للطريف اللي درت ديال الزبده في الاخر غير باش تعطيني واحد شويه المذاق، وضروري يكون بدرجه حراره المطبخ باش ما يعذبكمش ملي تكونوا كتبسبسوا الحرشه اللي بغيتوا ديروها الطريقه هذه. هنا في حقيقه الا كان عندكم الفرماج احمر حكوا فيها الفرماج احمر ثاني كيجي زوين. هذه بالنسبه الا ما كنتوش غدهنوها بشي حاجه حلوه، يعني منين نطيبوها ندهنوها بشي حاجه حلوه، فانتم تقدروا ديروا فيها الفرماج احمر كتجي زوينه. اولا كيف ما تقدروا ديروا الزعتر والزيتون، الا كنتو غديروا الزعتر والزيتون فانتم ما محتاجينش انكم ديروا فيها هاد القطعه ديال الجبن. كيف كتشوفوا هنا درت الماء دافي شويه وما كنعجنهاش، يعني غير برؤوس الاصابع. انا كنديرها شويه مرخوفه وكنخليها كنخليها يعني حتى تشرب شويه هذاك الماء، يعني كنخليها واحد شويه. هاد الطريقه هذه كتجي خفيفه بزاف الحرشه، ملي كترخفوها بهذه الطريقه هذه كتجي بزاف خفيفه وكتجي زوينه، كيف غنشارك معكم ان شاء الله في اخر الفيديو. صافي هنا عندي بغيتو ديروا ديال الحرشه ديروا. انا عندي هاد الغطاء هذا الصغيور، هاد الغلاقه هذه الصغيره. وريتكم الفرق ما بين هذيك الغلاقه اللي كنديروا العاديه وهاد الصغيوره. هاد الصغيوره نتوما كيبقى لكم الاختيار، ولكن هاد الصغيوره هذه جات حلوه بالنسبه للناس اللي مثلا بغات تاخذ غير شويه د الحرشه، تاخذ هكا وحيده احسن من يعني احسن ما تاخذ وحده كبيره وتقطع منها. صافي وانا في حقيقه كنطيبها في المقله بارده، ما كندير لا مقله سخون، ما كندهنها ما حتى شي حاجه. صافي وكنطيبها وكتجي فعلا فتيه بزاف، كتبقى رطبه، وكديروها في الكونجيلاتور كتبقى معكم شحال ما بغيتو. بالنسبه للمول او للحجم او لهذا فهذه مساله كتبقى لكم نتوما، ومشاركت معكم الطريقه ديالي. هاد الغطاء هذا اللي خدمت فيه الحرشه راه غير ديال القهوه، يعني ديك القريعه ديال القهوه. هاد الحرشه هذه تقدروا ديروها حتى حرشه وحده كبيره وكتجي حتى هي زوينه. المهم كيف ما شوفوا غير الطريقه وشوفوا القوام ديال الحرشه، وراه ماشي خليتها تشربت بزاف، كيف كتشوفوا راه كتمشي بكل سهوله في اليد، يعني باقا مرخوفه، يعني ماشي ديك اللي كتقصاح بزاف. صافي وغادي بالنسبه لواحد الفيديو كنت حطيته قبل من هذا ديال واحد الخبيز بالخميره البلديه ودقيق القمح الكامل. انا حذفته علاش؟ لان كانت واحد الحلقه تحرقت في يدي، بانت بزاف خايبه في الفيديو، وصافي وقررت انني نحذف الفيديو. كيف كتشوفوا ان فوا كتبدا تطيب من التحت صافي كنقلبوها. هذا هو الشكل ديالها، فعلا كتجي زوينه بزاف وكتجي فتيه. وهذه بالزعتر والفرماج حتى هي نفس الطريقه ونفس كل شيء. بالنسبه للتوضيح اللي كنت بغيت نشارك معكم، كنت درت الفيديو اللي قبل من هذا واحد الخبيز بالخميره البلديه ودقيق القمح الكامل فقط. واحد السيده خلات لي واحد الكومونتير قالت لي اختي هذاك الخبز غير حيديه، راه بنت عندها 7 سنين و ما تصوبش بحالو، غتصوب احسن منه. انا غادي نوريه لكم باش ما تقولش يعني ان حذفت الفيديو على قبل الكومونتير ديالها. انا حذفته غير على قبل يدي تحرقات.
بغيت نقول لك اختي انا الوصفات ديالي كنشاركهم من القلب وكنشاركهم بكل مصداقيه، وكيف ما كتجيني الحاجه كنبينها. يعني كان ممكن انني ندير الخميره الاخرى اللي هذا هو الخبيز، كان ممكن انني ندير الخميره العاديه ويجي زوين ونقول لك راه هو هذا الخبيز، ولكن انا ماشي بحال هكاك، انا كنشارك الوصفات ديالي بكل مصداقيه. وكانت بالنسبه لي هذه النتيجه مرضيه على الاقل كيف ما قلت لك بالنسبه لي انا، وتقدر تكون مرضيه لبزاف ديال الناس، لان هذه راه خميره بلديه وهذا راه خبز بدقيق القمح الكامل. قلت لك اختي، كتبت لي كومونتير، رديت على الكومونتير ديالك عفوا، وقلت لك اختي راح نتغير بالخميره البلديه ودقيق القمح الكامل. قلتي لي انا كنعجنو بنفس بالخميره البلديه ودقيق القمح كامل وكيجيني حسن. بغيت نقول لك اختي ان هذا لا يعني انني ما كنقبلش النقد، بالعكس غير هي تكون بطريقه مؤدبه وما تكونش بواحد العدوانيه ومرحبا. لما انت داك الانسان ما عمرك غتطور من راسك، ما عمرك غادي يعني غادي تدير شي حاجه مزيانه، غتبقى غير في يعني واقف في البلاصه ديالك. غير هو كيف قلت لك راه فرق ما بين اننا ننتقد واحد الانسان باش نحسنوا منه، وننتقدوا فقط من اجل اننا نحبطوه ونهضروا معاه بهذيك الطريقه ديال غير مثلا خبي داك الخبز وهذا. هذه ماشي طريقه ديال النقاش، ماشي طريقه ديال النقد. وبغيت نقول لك اختي راه ماشي على حساب هذا الشيء علاش حيت الفيديو لان كانت يدي ديك الحرقه اللي في يدي بانت بزاف، ودليل على انني داك الفيديو ماشي حيدته على قبل شي حاجه، فانا داك الخبز حطيته وبينته وعاود بينته. كنتمنى ان الفيديو ما يكونش ثقيل عليكم، وخاصه انني يعني وضحت فيها المساله هذه. كنتمنى اننا نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. كنتمنى ان اللي كيعجبو المحتوى ديالي واللي راضي على المصداقيه ديالي والوصفات البسيطه اللي كنشاركها من القلب، اللي كيعجبو المحتوى ديالي يخلي لايك، يخلي كومونتير، يتابونا في لاشين. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. خليت لكم راحه الله بسلامه.